السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طبق سهل جدا، بس هو انطلب مني يعني في اخت في القناه بس مش فاكره بصراحه اسمها ايه. طلبت مني ان انا اعمل المكرونه المصري. يعني انا عملت مكرونات كتير عشان احنا من الناس اللي بتحب المكرونه، فانا هعملها لكم بالطريقه الدارجه في مصر يعني، بس مش بالطريقه اللي انا باكل بيها. ما باكلهاش كده، بس هعملها عشان خاطر هي عايزه المصري الاصيله يعني. زي ما انتم شايفين كده معايا كميه زيت، معايا بصلايه صغيره متقطعه ناعم. ممكن تعمليها بتوم بس، ممكن تعمليها ببصل بس، ممكن لا تحطي لا توم ولا بصل. هو ده اللي انا بعمله، ان انا لا بحط لا توم ولا بصل. هاخد البصل بتاعي كده، يعني مش ان لونه يغير، لا، انه بس لونه يبقى شفاف اكتر ويدي. زي ما انتم شايفين كده لون البصل بتاعي بقى شفاف. هنزل عندي بالطماطم. الطماطم بتاع المكرونه يعني لازم تبقى كتير في الحاله دي. المكرونه المصري كل ما يكون حمرا كل ما يكون لونها اجمل، وفي نفس الوقت لو انت بتضربي طماطم في الخلاط لازم تتصفى، ما ينفعش تحط بقشرها. تمام. انا حطيت عندي الطماطم زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. هجيب عندي فص ثوم واحد مبشور وانزل بيه كده واقلبهم مع بعض، وهجيب عندي التوابل معايا فلفل اسمر، حاجه بسيطه كده زنجبيل، ورشه برضو دي كزبره مطحونه. ودي بقى حاجه مني انا، حاجه بسيطه كده، شايفين ايدي ده حبهان مطحون. لو عندك ورق لوري حطيه برضو، بتبقى ريحته حلوه قوي، بس انا حاليا مش عندي يعني. زي ما انتم شايفين معايا طبعا عشان البخار الطماطم بتاعتي سبكت، هتلاقوا الزيت طلع على الوش. اهم حاجه بس تغطوها لانها بتطرطش فهتبوظ الدنيا يعني. احط عندي الملح، وطبعا انا سالقه المكرونه مش محتاجه ان انا اصوص المكرونه يعني. اقلبهم بقى كده وانزل عندي بالمكرونه، والنار برضو موجوده. المكرونه بتاعتي يعني مش مسلوقه السليق كامل يعني ايه، فيها تكه كده ماشي. وزي ما انتم شايفين معايا انا سبت المكرونه بتاعتي على النار حوالي دقيقتين مع الصلصه عشان كله يتطعم ببعض. هغرفها بقى، هتلاقوها شربت قوي من التوابل ومن الطماطم، وتلاقيها كلها كده شاربه وطعمها حلو. واحنا برضو كنا سالقينها فيها تكه بسيطه لكن هتفرق، وفي نفس الوقت هتلاقوها مفرفره معاكم جامد. طبعا المكرونه الاسباجيتي الاساس بتاعها بتتعمل بطولها، هما لو عايزين يعملوها قصيره كانوا قسموها نصين، ما كانوش عملوها لنا طويله يعني. بس طبعا كل واحد بيعمل حسب ما بيحب، حسب اولادك، حسب ظروفك، حسب وضع الناس اللي بتاكل عندك يعني. بس خلاص هي كده سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه. اتمنى ان هي يعني ما فيهاش اصلا حاجه. اتمنى اللي كان عايز الفيديو يستفيد بيه، ولو بنوتات صغيره بتتفرج تستفيد برضه. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.